احمد حلمي هو اذكى ممثل لاسباب كتير، منها انه لقى الخلطه بتاعته بسرعه. فخليني بقى اكشف لك سر الخلطه السريه بتاعت احمد حلمي وليه كلنا بنحبه. اهلا وسهلا، انا محمد عادل. متنساش تعمل لايك سبسكرايب كده بسرعه عشان هندخل في اول وصفه معانا، خلطه احمد حلمي. اول وصفه في خلطه احمد حلمي وهي انتحال الشخصيه، او بمعنى انه في كل فيلم لازم يعمل نفسه ان هو واحد تاني غير شخصيته الحقيقيه. يعني مثلا في فيلم ظرف طارق كان هو اسمه طارق عادي وحياته زي الفل جميله، ولكن لما بيحب البنت اللي اسمها ساره بينتحل شخصيه واحد اسمه عمر ابو الوفا، فبيخلق من هناك كوميديا. وفيلم كده رضا هم 3 اشخاص بيدعوا ان هم شخص واحد، فمن هنا برضه بيحصل الكوميديا. وعندك برضه فيلم اكس لارج كان شخصيه مجدي العاديه، ولكن اول ما بيشوف البنت اللي بيحبها من زمان قرر ان هو يبقى شخصيه تانية اسمها عادل. انا مش مجدي، انا مش مجدي. ومن هنا بيحصل الكوميديا. وعندك برضه فيلم صنع في مصر بيتبدل، بدل ما يتبدل مع انسان بيتبدل مع دبدوب، وبيحاول يعمل نفسه ان هو انسان عادي. ويعتبر فيلم زكي شان كان فيه برضه بذره انتحال الشخصيه دي، في حته ان هو قاعد يقول له انا كنت بطل الاولمبيكيات، وادعى ان هو يقدر يبقى بودي جارد. وعندك برضه فيلم لف ودوران عمل نفسه شخصيه تانية اللي هي العريس والعروسه اللي كانوا في شهر العسل. انت منتحل شخصية هاني وهم اصلا مش متجوزين ولا حاجه. وحتى برضه فيلم خيال مآتة بدل في الفيلم شخصيته مع شخصيه جده يكن. واصلا بقى احمد حلمي من كتر ما هو متصالح مع فكره ان هو يبقى شخص تاني دي، عمل فيلم سماه واحد تاني اللي هو خلاص بقى عارفين اللي فيها. فتلاقي ان الفنان احمد حلمي عامل 16 فيلم طوال مسيرته، منهم 8 يعمل فيها موضوع ان هو يبقى شخص تاني او ينتحل شخصيه حد تاني. وموضوع انتحال الشخصيه ده جنرا من انواع الكوميديا، يعني ما يعتبرش ان هو بيكرر نفسه، لان اصلا كل فيلم تبقى قصته مختلفه والحبكه مختلفه، وكمان حتى مستوى الضحك في كل الافلام دي مش قد بعض. فده ما يعتبرش تكرار. يعني انت مثلا ما ينفعش تقول ده ممثل والله بيكرر نفسه عشان بيعمل افلام كوميدي. العبط ده، ما دي جنرال، ده نوع من انواع الكوميديا. فدي كانت اول وصفه في الخلطه الحلمويه. وعلى فكره ذكائه مش بس في اكتشاف الخلطه، لان هو كان ممكن يكتشفها ويحلبها ويقعد يعمل بقى كل فيلم كده نفس الحركه وبتاع. لا، احمد حلمي كان مكسر الدنيا وعامل افلام ورا بعض نجاحات كبيره. يعني عمل ظرف طارق، في جعلتني مجرما، في مطب صناعي، في كده رضا اللي هو وصل خلاص قمه الكوميديا وقمه الفن. قال لك والله انا ناجح في الكوميديا، انا هعمل الفيلم الجاي هنكد على مصر كلها. وراح عمل فيلم اسف على الازعاج. وساعتها احمد حلمي قرر ان هو يسيب الكوميديا وينزل في بحر التمثيل يعوم. وقال انا كنت بعمل كده مش عشان عايز ابين للناس اللي بعرف اعوم، لا لا لا، انا عايز استمتع بالعوم، مش عشان ابين حاجه لحد. كأن في بحر وعايز اعوم، انا عايز استمتع بالعوم في البحر. مش عايز ابين للناس ان انا بعرف اعوم. فيلم اسف على الازعاج ده سبب صدمه للجمهور. ده فيلم مش شبه افلام احمد حلمي، وفيلم داخلينه في العيد بتنكد علينا ليه يا عم. فالناس طلعوا من الفيلم معيطين، ولكن متفاجئين منبهرين بايه، قد ايه ان الفيلم ده عظيم، قد ايه تمثيل احمد حلمي جامد، وقد ايه الفيلم يعتبر ما فيهوش غلطه. ونروح للوصفه رقم 2، الافيهات. بص يا صاحبي، عشان تعرف احمد حلمي ونوعيه افيهات، احمد حلمي عنده بس نوعين من الافيهات، وفي نوع تالت مش بيستخدمه كتير. النوع الاول من الافيهات اللي هو بيقول الافيه عشان هو بس الشخصيه اللي بيعملها شخصيه غبيه او مش فاهم اللي بيتقال، اللي هو يعني يعتبر افيه طالع من واحد غلبان. ممكن اسالك سؤال؟ مش مرتبط انا. مرتبط ايه؟ يلا بينا نخلع عشان عمر الحقيقي وصل. ايه؟ عمر الحريري هنا؟ اتصور معاه بقى. قول لي يا ميمي. اقول لك يا ميمي ليه؟ انت مش اسمك فاروق بيه؟ انت عايز يعني انك لو سمحت. ايوه عايزه اسمع. حضرتك عايز تسمعي ليه؟ ده كلام بيني وبينها. صوت شهاب بيه. انا اسف معلش. اما بقى النوع التاني، الشخصيه بتهزر مع اللي قدامها باستعباط، او يعني ايه بيرخم على اللي قدام، وهتلاقي دايما بعدها بتيجي ضحكه منه كده. ده في رقم ناقص. انت بتحب الصدر اكتر ولا الورد؟ بتاع مين؟ فاتح القميص لحد سرته. انت بتبص على سرتي ليه؟ قولي. لا يمكن التشارج يكون خلص. او جايز البطاريه تكون خلصت برضه. استاذ فادي، انت جيت تونس امتى؟ يعيشك برقه. قلت لك ميكروكروم. لا ميكروكروم لا، انا ما بحبوش، طعمه وحش قوي. يا شيخ خضتني عليه. لا خضت علي. في افيهات بقى اللي بيقولها هو بيرميها كده، يعني تكتشفها مع مشاهده المره الثانيه المره الثالثه، اللي هو طريقه كلام العاديه. والله انت خدت بالك ان ده فيه هتضحك، ما خدتش بالك عادي الكلام يبقى ماشي. جرس بيرد ومحدش بيرن ولا ايه؟ ده لقيته ايه، كنز ولا ايه؟ رايحه اتولدت. تعملي ميه ولا ايه؟ طينه. ده انا هطلع اشتمك بالاب والام دلوقتي. شديت السيفون؟ سؤال لطيف. غير بقى الافيهات اللي بتبقى كانها نقطه طويله بيفرش لها وبعد كده يدينا البانش لاين، كل حاجه بيعملها لنفسه. وده موضوع هتلاقيه موجود في مشهد في ظرف طارق لما كان بيتكلم عن هو لما بيجي يرسم لوحه طلع واحد صاحبي. انا كنت مره برسم مشروع كوبري علوي بتاع انفاق. بعد ما خلصت الرسمه ببص كده لقيتني راسم واحد صاحبي. نعم.
ايوه بيحصل، بس انا عرفت التشابه كان جاي منين، لانه صاحبي ده كان اسمه محمود علوي، فلقيته شبه بينه وبين العلم. يعني الرسم ده شيء جميل قوي. ده افيه، دي حرفيا افيه نكته بيفرش له بعد كده يديها البانش لاين. وعندك افيه السمك والصبيط بتاع بلبل حيران. شوف احنا كل ده بنتكلم عن مدرسه احمد حلمي في الافيهات، مع ان هو اصلا بيعتمد على كوميديا الموقف اكتر من الافيهات العشوائيه. يعني هو ما عندوش فكره مثلا يلا والله احنا نروح اللوكيشن والافيهات هتيجي في التصوير، لا طبعا ما فيش منه الكلام ده. احمد حلمي ما بيخيرش حرف من السيناريو اثناء التصوير، مفيش وقت للارتجال خلاص. هو قال ان 99% من افلامه بتطلع زي ما هي مكتوبه بالظبط. الوصفه رقم 3، انا لما حبيبتي هتكبر والنعمه لا تاكل الجو. في وصفه خلت واحد زي كده كان في 6 ابتدائي يعمل بيج على الفيسبوك اسمها التراس احمد حلمي. واو، بنزل بوستات كل يوم واخبار عن احمد حلمي. كل ده مش بربح منه ولا حاجه، كل ده حبا بس في هذا الفنان. وهبقى احكي لكم قصتي كفان مع احمد حلمي في اخر الفيديو، يعني المهتم يبقى يشوف. حلمي بيجمع العيله ازاي؟ يعني اقول لك انا احمد حلمي بيجمع العيله ازاي. الفكره صاحبي ان حلمي استثمر في الاطفال بدون ما الكبار ينفروا، بمعنى ان هو ممكن يقدم فيلم طفل يتفرج عليه عادي وما يتضايقش حتى لو مش فاهم اي حاجه في القصه، في نفس الوقت ابوه اللي قاعد جنبه في القاعه ويتفرج على الفيلم يعجبه برضه الفيلم ويتبسط بيه جدا. ودي معادله صعبه جدا، لان احنا عندنا ممثلين هنا مثلا في مصر ما بيعرفوش يعملوا فيلم ينفع مع الناس الكبيره ومع الاطفال، بيتارجتوا الاطفال بس، وده بيخليهم يموتوا مع الوقت، وفعلا يعتبروا هم ماتوا خلاص. لانك انت الفيلم يا عم اللي انت عامله للاطفال ده في اب كبير هو اللي دافع الفلوس، فانت لازم تشتريه هو الاول عشان بعد كده يجي يقطع لك تذكره ويدخل لك فيلمك الجاي. لان هو عايز يفسح عياله وعايز يعمل كل حاجه، وانت في نفس الوقت عايز تتبسط يعني. وكمان الاطفال دي لما تكبر وتتفرج على الفيلم ده تاني مش شرط يعجبهم، عكس مين؟ احمد حلمي. وفي نفس الوقت انت كطفل لما تكبر وتتفرج على نفس الفيلم ده نفسك كانك بتشوفه اول مره وبتكتشف حاجات جديده وتفهم معنى الفيلم وتحبه اكتر واكتر. وهقول لك انا بقى ليه الاطفال بتحب احمد حلمي. انه ببساطه سبب وجود احمد حلمي في عالم الفن بسبب الاطفال، بسبب برنامج لعب عيال. والراجل كمان بعد ما بقى مشهور عمل برنامج من سيربح البنبون، برنامج من كتابه استاذ بلال فضل، واي طفل كان يحب يتفرج عليه. وزي ما بقول لك هو شايف ان الاطفال فتحه خير عليه، لان برنامج لعب عيال اللي كان بيقدمه في بدايته خالص ده كان عباره عن ان هو راجل بيعمل حوار مع اطفال، من خلاله الناس اكتشفت ايه ده، والله الواد ده موهوب دمه خفيف، طب ما تيجي نخليه يمثل. ومن ساعتها بدا كاريره في التمثيل بسبب ان هو بس بيهزر مع الاطفال. وبرضه اثناء شهرته في قمه شهرته برضه هتلاقيه كان عامل برنامج اسمه شويه عيال. تبص بحب اتفرج، كنت بحب اتفرج عليه قوي. فهو استثمر فيك كطفل بره عالم الافلام. خش لي بقى على الافلام كانك ما تعرفش اي حاجه على البرامج دي، هتلاقي ان احمد حلمي بيحاول دايما في اي فيلم يحط معاه طفل. يعني مثلا فيلم زكي شان معاه طفل، لا والطفل بيبقى بطل ثانوي. عندك فيلم مطب صناعي معاه طفله وعامل لها اغنيه من افضل الاغاني يعني، ومن تلحين عمرو مصطفى وكلمات ايمن بهجت قمر، انا لما حبيبتي هتكبر. عندك فيلم عسل اسود معاه حماسه، صنع في مصر معاه طفله. حتى فيلم ميدو مشاكل كان معاه طفل اللي هو كان عايز يهرب بالليل والناس نايمه. ايه يا سيف في ايه؟ عايزه اهرب. الوصفة رقم 4، وهي ان احمد حلمي ادرك تماما ان افلامه بتعرض في العيد، فالناس عايزه ترفه عن نفسها. يعني بص، عايزه تخش الفيلم بتاعه يحسسك انك انت صيفت يعني. فهتلاقي اغلب افلام احمد حلمي دايما فيها بحر. فيلم زكي شان راح شرم الشيخ نزل البحر، جعلتني مجرما الراجل ساب البحر الاحمر هو من زكي شان وداك الساحل الشمالي، وطول الفيلم احنا قاعدين معاه في الساحل. عندك فيلم اسف على الازعاج راح برضو البحر مع فريده لما اكتشف في الاخر انها اصلا مش عايز احرق شويه. انما فيلم صنع في مصر كان فيه كادرات جميله جدا على البحر، فيلم اخراج عم سلامه كنت عامل عنه فيديو بالمناسبه كنت بشوفه. عندك فيلم بلبل حيران، فجاه الفيلم سيبنا البر كله ورحنا عملنا مشهد طويل جدا في البحر وطلعنا مشاهد كوميديه بفتكرها لحد دلوقتي. فين سمكتي؟ وعندك فيلم اكس لارج ده راح النيل بصراحه برضو زي الف مبروك. عندك فيلم واحد تاني قاعد في البحر باليخت. وغير كده اصلا بقى من ده كله هو عامل فيلم اسمه صايع بحر متصور في اسكندريه، وكل فيلم بحر يعني. فالفنان يحب دايما يرفه عن مشاهدين. وده يخلينا نروح للوصفه رقم 5، احمد حلمي السيناريست. هو بيفهم جدا في الورق وسيناريست شاطر يعني، لان احمد حلمي سيناريست شاطر جدا، يعدل على السيناريو ويطوره بطريقه جميله جدا وبشهاده فنانين كتير اشتغلوا معاه. منهم الفنان احمد فهمي كان هو اللي كاتب فيلم كده رضا، واحمد حلمي عجبه جدا. فهمي كان عايز خلاص ايه ده هو مش عاجبك، طب يلا نصور، احنا متعطلين ليه، ما يلا نصور بكره ولا نصور بعد بكره. انما احمد حلمي قعد سايب الفيلم بتاع سنه وشويه، ففهمي اتضايق جدا اللي هو يا عم انا الفيلم بتاعنا حلو يلا نصور. انا بقى سخن وعايز نخش بسرعه، فاللي هو فضل مأجلني مثلا سنه، حصل بينا مشاكل واللي هو لا انت بتأجلني ليه، لكن هو كان شايف ان الفيلم ده هيبقى حاجه تانية، فكان
فكان بالراحه. ساعتها احمد حلمي كان بيقول له لا الفيلم ده حلو بس لسه ايه، عايز السقف بتاعه كده يعني فاهم بيتظبط، لسه بقى ممكن نجيب اخره يبقى احلى واحلى. فقعد معاه حوالي سنه ونص ولا حاجه بيعدل فيه. فاحمد فهمي اتخانق معاه وفضلوا مقاطعين بعض حتى بعد ما الفيلم اتصور ونجح مكسر الدنيا. بس احمد فهمي بعد ما اتشهر وبقى نجم برضه وعرف ان قد ايه اختيار السيناريو دي حاجه صعبه، اعترف ان احمد حلمي ده عظيم وان احمد حلمي هو اللي كان صح. ولحد النهارده احمد فهمي مقدر نجوميه احمد حلمي. يعني يوم ما كان فهمي نازل بفيلم كلب بلدي واحمد حلمي نازل بفيلم لف ودوران، فهمي كان بيقول له يا عم احنا مالناش دعوه باحمد حلمي، الراجل اللي عامل بص كام مليون واحنا فرحانين بالمليون بتاعنا اللي عملناه في اول يوم، فاحنا مالناش دعوه بيه، ده راجل عظيم ده لوحده. قدام حلمي بس هو كلنا علقه اللي قدامه يا فرحتي قدامه اكبر، بيعمل ارقام ما بيعملهاش ساويرس في اليوم والله بيعمل ارقام كبيره جدا. غير كده احمد حلمي بيعمل حركه صايعه جدا، وهي انه ممكن يقلل اجره في السوق في سبيل انه يتعرض عليه افلام اكتر. بمعنى هو لو بيقبض مثلا 10 مليون جنيه في الفيلم، انا خليه 8 6 علشان اللي معاه سيناريو حلو يقدر يعرضه عليا، فانا لو عجبني قشطه انا هروح معاك حتى لو الاجر قليل. والكلام ده اتقال على لسان الناقد طارق الشناوي. فالحركه دي جامده جدا ليه؟ هتخليه يتعرض عليه افلام اكتر، فالافلام الحلوه هتجيله ويقراها. انا ممكن واحد يعمل فيلم حلو بس لا احمد حلمي مش هينفع اجره غالي قوي، فالحركه دي تخليه يعمل افلام حلوه. وغير كده احمد حلمي شاطر في اختيار افلام وفاهم جمهوره عايز ايه دلوقتي. يعني زي ما بقول لك كده، في وقت ما كان عز الكوميديا هو وكده رضا وبيضحك الناس، قال لك لا انا عايز انكد عليهم شويه، انا هعمل فيلم اسف على الازعاج، فيلم يعني هيبقى واحد من اعظم الافلام المصريه في التاريخ يعني عادي يعني. وعمل بعدها فيلم الف مبروك برضه يعتبر فيلم كوميديا سودا يعني، او يعتبر فيلم جد يعني بالنسبه لي. جت بقى 2010 احمد حلمي شاف ان الوضع في مصر لا يطاق وان الشعب خلاص هينفجر، عمل فيلم كده اسمه عسل اسود في 2010 بقى ايقونه وبيتذاع في العيد بيكسر الدنيا والناس تتفرج عليه تاني كانه اول مره. فالفيلم ده ينزل يلاقي بعدها بكام شهر تعمل ثورة 25 يناير. فاللي هو طب انت ازاي عملت الفيلم ده في الوقت ده؟ هل انت كنت عارف يعني ان خلاص الناس جايبه اخرها؟ عندك مثلا فيلم اكس لارج، الدعايه بتاعته كانت ذكيه جدا لدرجه ان احمد حلمي اصلا ما ظهرش في التريلر، يعني الاعلان كله عباره عن مشاهد من الفيلم احمد حلمي مش فيها، علشان كان عايز يفاجئ الجمهور بشكل وشه وقد ايه ان هو تخين في الفيلم. عارف الورد الجميل ده عشاني؟ اللي تحبك. يعني حتى البوستر لو رحت تشوف بوستر اكس لارج هتلاقي احمد حلمي فيه رفيع عادي جدا بس داخل جوه هدوم واحد تخين، فكان عامل وشه مفاجاه للجمهور. احمد حلمي شاطر جدا في تسويق افلامه. برضه في فيلم الف مبروك كان الشوارع كلها والكوبري كله صور لاحمد حلمي بسيشن وهو بيموت بطريقه مختلفه وبيسلم على الناس وهو من التابوت. ان انا معايا البوستر والله وانا دورت عليه دلوقتي مش لاقيه، بس اللي متابع القناه يعني هيعرف ان هو كان متعلق هنا وعلقته معاكم في فيديو الف مبروك، فممكن تشوف فيديو الف مبروك هتلاقيني وانا معلق البوستر يعني. من خلال الفيديو ده تعرف ان احمد حلمي ذكي جدا، مش مجرد بس موهبه في التمثيل وخفه الدم، حلمي عنده موهبه في مخه وذكائه. وبالنسبه لي ان هو راسي، الراجل راسي جدا. قاعد يا عم ايه يعني فيها ايه، ما عملتش فيلم بقالي 4 سنين يا عم عادي، ما احنا كنا شباب وبنعمل فيلم في السنه مرتين عادي. كان فعلا احمد حلمي اخد 10 سنين كده ورا بعض هو نجم الدنيا كلها يعني. ولكن بعد كده خلاص بقى بيستمتع، والله في فيلم حلو اتعمل هنعمل، مفيش خلينا عادي، ايه هيفوتنا ايه يعني، نجوم كده كده. بالمناسبه صح، اثناء رحلتي في عالم التراس احمد حلمي كنت ملاحظ ان احمد حلمي بينزل ستوريهات لاي حد بيرسمه، وانا اصلا ما بعرفش ارسم ولا نيله، فقلت ارسم ازاي، لقيته بيشير للناس اللي بترسم ديزاين من على الكمبيوتر يعني. فانا دخلت اتعلمت ازاي ابقى جرافيك ديزاينر وازاي ارسم بالستريتور ومش عارف ايه عشان بس احمد حلمي يرد عليا. وفعلا اتعلمت وبتاع، قعدت بتاع اسبوع ولا حاجه بتعلم، عملت رسمه يعني تعبانه شويه بس احمد حلمي كتر خيره رد عليا كتب لي شكرا كده، ولقيته كمان عمل لي فولو. كان ساعتها بيعمل فولو ناس كتير يعني، عملت على 3000 واحد يعني، انا ما كنتش مميز ولا حاجه بس هو شالنا خلاص. فكان يوم من اسعد ايام حياتي، كنت تقريبا في تانية اعدادي تالتة اعدادي. المهم الايام تعدي ويمر زمن كبير جدا واعمل القناه بتاعتي على اليوتيوب دي، القناه ما كانتش بتجيب فيوز خالص، كنت بعمل فيديوهات اصلا مش شبهي. لحد ما في مره قلت طب يا عم انا عمال اعمل فيديوهات غريبه وانا حاجات مش شبه شخصيتي، طب ما تيجي نعمل فيديو عن فيلم زكي شان. فقررت ساعتها ان انا اعمل فيديو عن فيلم زكي شان وعملت منشن لاحمد حلمي. لقيت تاني يوم برضو رد عليا كاتب لي مسج جميله جدا بنسبه كبيره ان شاء الله في الاستوديو القادم، لان بنسبه كبيره الاستوديو ده خلاص يعني هينتهي معانا او مش هيظهر معانا بشكل كتير. بنسبه كبيره ممكن اطبع المسج دي والله واعلقها في برواز، لان المسج بتاعت احمد حلمي دي هي اللي ادتني الثقه، اللي هو انا مش بجيب فيوز بس احمد حلمي قال لي انت بتعرف تحلل، احمد حلمي قال لي انت اسلوبك كويس، احمد حلمي قال لي انت بتحب الفيلم. طب ما انا في حاجه بقى يعني، احمد حلمي يعني انا مش قريب يعني عشان يقول لي حاجه حلوه زي كده. فلما عملت الفيديو ده ولقيت ان الفنان بنفسه عجبه الفيديو وعجبه الالقاء وعجبه مش عارف ايه،
خدت قرار من ساعتها ان انا هعمل فيديو كل اسبوع، وفعلا من ساعتها قعدت بتاع 7 شهور متواصل بنزل فيديو كل اسبوع. خلاص، مع ان ما كنتش بجيب فيوز، بس لا، من بعد فيديو زكي شاهين وعملت بعدها فيديو عمر وسلمى، القناه ابتدت ما شاء الله تجيب تعدي ال 2000 مشاهده وال 3000 مشاهده بس، وده كان بالنسبه لي انا مرضي. فانا مسج احمد حلمي دي المفروض اعلقها كده في برواز كده، لان هي اللي خلتني اكمل في القناه دي، وباذن الله ناوي اكمل اكتر الفتره الجايه، عشان عارف ان كان في تراخي في الاداء الفتره اللي فاتت. ولكن لا، ان شاء الله الايام الجايه هيبقى في فيديوهات اكتر، وهيبقى فيديو كل اسبوع بالسيزون الجديد بقى ان شاء الله، في لوكيشن جديد مختلف، ونبقى نرجع للوكيشن ده بقى مثلا كمان سنه ولا حاجه، الله اعلم يعني. فدي كانت قصتي كالتراس احمد حلمي يعني.